مزار الخيرات من أجمل مكان في مدينتي، من البحيرات. سبحان الله، جدا. أنا عملت لها فيديوهات كتير، بس بتهيألي الحتة دي بالذات ما عملتلهاش، فقلت ألحق الغروب وصوروا فيها وفرجت عليها. انا امبارح يعني منتهى الامانه، مش عارفه انتوا عارفين السيلز بقى شغالين كتير قوي في الاماكن اللي في العاصمه الاداريه في التجمع وفي زايد وفي حتت كتير في كل مصر. بعتولي فيديو عن مكان اعتقد انه هو تبع ماونتن فيو، في اسمها ايه، المستقبل سيتي اللي حوالينا. بحيرات اللي هم هي كله منطقة كلها برضه فيلات بس بديزاين مختلف، وفيلات والله عندي الفيديو ممكن تشوفوه. والفيلات مش عارفة 176 متر، ويقول لي 4 غرف. 176 متر فيلا و4 غرف. قلت له دي مش غرف بقى، دي يعني جحور فيران ولا حاجة، مساحة صغيرة قوي. والأرقام اللي مكتوبة خيالية. مش عايزه اقول لكم يعني هتبدا عندهم اوضتين وصاله بادئ من 15 مليون وحاجات غريبه كده. فلما شفتوا الفيديو امبارح قلت لا، هعمر يا مدينتي. هو طبعا عشان مدينتي بادئه من زمان باسعار مباني اقل وباراضي اقل، بس فعلا اللي عنده حاجه ربنا يبارك له فيها ويمسك بايديه واسنانه. اسعار العقار اللي بيعرضوها ويقول لك استلام بعد 3 سنين ومش عارفه تدفع كام وتعمل، لا ما شفتش بحيرات زي دي. كان السكيل بتاعها اقل بكتير من دي، ومش مساحات الفيلات كمان كبيره زي هنا، بس الارقام كانت خطيره قوي. طبعا مش دعايه طلعت مصطفى برضه يعني واخد حقه وزياده وكسبان والحمد لله، يعني ما حدش مبقشش على حد، بس دي في زمن ودي في زمن، وبيسوقوا لمعظم الحاجات على حس عندنا. هما طبعا النقطة اللي بيقول اصل هنا بقى هيبقى عندهم الخصوصية اعلى، واصل مدينتي مفتوحة. قلت له ده انا اعمل بوابات على حسابي، ولا اروحش ادفع الارقام اللي بتقولوا عليها في فيلات مساحات صغيرة باسعار رهيبة. بسم الله ما شاء الله. انا بعتبر ان هنا اجمل مكان يعني. هو فيه برضه البي جي 1 فيها الجزء اللي على الجولف حلو، وبالمجموعة 13 اللي على الجولف التاني، وهتبقى في وش السيزون برضه جميلة، لكن ما فيش فيه واحدة بمساحة البحيرات اللي هنا. متعوا شوفوها، ربنا يمتع اهلها بيها. رب ما كنتش خدت وقت طويل في الفيديو. طبعا هو معظم الناس اللي على البحيرات يعني برضه اتعذبت كتير وخدت وقت طويل. بتوع الجولف ماشيين هنا رايحين. على فكرة هنا الطريق رابط بين جولف البي جي 1 والبي جي 2، وكمان امتداد للجولف اللي هيبقى عند الفور سيزون. لا يا بتوع ماونتن فيو، انتوا اسمه كله، بس الاسعار ما بقتش بتاعنا اللي يشتري في اوروبا او امريكا. ده بيقولوا كمان حتى في دبي والحتت دي ارخص من الاسعار اللي بيعرضوها، وبيكلمونا في اليوم 100 مره عليها، كأن كده حاجه لقطه ونازله من السما والحقوا خدوها. بحيرات مدينتي غير بحيرات مدينتي، اعتقد انها اكبر بحيرات في المشروع السكني داخل حيز محافظة مش ساحلية، يعني في اماكن فيها حاجات جميلة زي الجونة الحتت دي، لكن دي على بحر. هنا لا. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ليلة سعيدة، بحيرات جميلة. هسيبكم بسرعة واروح اتمشى واصور الغروب في اماكن كتير. دي حته، دي نقطه بحر.
ماهيش مساحة كبيرة من البحيرات دي، كام متر بس اللي أنا صورتها دلوقتي. في الشمس، أجيب لكم الشمس وهي بتغرب في المكان ده. في شلالات كمان بعد شوية، بس خلاص أنا طلعتها في صور قبل كده. تمام، بسم الله ما شاء الله. في طبعا مناطق البحيرات بتبقى فيها عبارة عن بحيرة كبيرة في البداية وفي النهاية، وفي منطقتين كمان تفرعين تانيين. هنا الأماكن شبه متوسطة، يعني الحجم أو الاتساع البحيرة هنا مش هو أكبر اتساع. ليلة سعيدة، باي. عمر يا مدينتي، بحب البحيرات، بحب كل حاجة حلوة. ربنا يحلي زماننا ويحلى أيامنا ويحلى أعمالنا. مع السلامة.